أهلا وسهلا بكم في قناتنا وحكاية جديدة من حكايات ألف ليلة وليلة، مغامرات السندباد البحري ورحلاته السبع. يلا بينا نعرف تفاصيل الرحلة التانية وإيه اللي حصل مع السندباد في وادي الأفاعي. ضع سماعاتك، غمض عينيك، ويلا بينا نسمع الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا من اللي فات إن السندباد رجع بغداد بعد رحلة خطيرة ومكاسب كتيرة، وعرفنا كمان إنه قرر يستقر في بلاده ويبعد عن متاعب السفر ومخاطر البحر وأهواله. وعرفنا كمان إنها ما كانتش آخر رحلة ولا هي النهاية زي ما ظن الهندباد، بالعكس دي كانت البداية. الكل اتجمع في قصر السندباد وكان أولهم الهندباد. الكل جاي يعرف، الكل جاي يسمع بقية الحكاية. وهنا بدأ السندباد يكمل كلامه عن رحلاته ومغامراته بين البلاد والعباد. اسمعوا يا سادة يا كرام، بعد ما رجعت من رحلتي الأولى قررت أعيش حياتي هادي ومرتاح البال وابعد عن مخاطر السفر والأهوال. بس بعد وقت قليل حسيت بالملل من الحياة الهادية وكرهت الكسل، ورجعت من تاني أشتاق للسفر وركوب البحار ومواجهة الأخطار. اشتريت بضايع كتيرة وسافرت من بغداد للبصرة وركبت مع التجار السفينة، وكانت تجارتنا رابحة بعون الله، ومن جزيرة لجزيرة ومن بلد لبلد لحد ما وصلنا لجزيرة كبيرة فيها أشجار وفواكه وجداول وأنهار كتيرة. الغريب إننا لما نزلنا عليها ملقناش عليها حد من البشر. المهم اتمشينا وأكلنا من الفواكه الطازة وشربنا من مية الأنهار العذبة، وفي ظل شجرة كبيرة قعدت لوحدي. قلت استمتع بجمال الطبيعة. سحرتني الطبيعة وعيني راحت في النوم. معرفش نمت قد ايه، معرفش نمت ازاي. كل اللي فاكره اني صحيت من نومي مرعوب. قمت بسرعة ادور على اي حد من اللي كانوا معايا، بس للأسف ملقتش ليهم اي اثر. هنا عرفت انهم ركبوا السفينة ومشيوا وفاتوني، ومحدش منهم لاحظ غيابي وعدم وجودي. جريت بسرعة للشط زي المجنون. شفت السفينة وهي بتغيب عن عيني ثانية بثانية لحد ما اختفت. وقتها اتملكني اليأس والخوف. صرخت من الفزع والألم. مرة واحدة وقعت على الأرض وأغمى عليا، ولما فقت قعدت ألوم نفسي على الرحلة المشؤومة دي واندم على المغامرة والسفر بعد الراحة والنعيم. بس هيفيد بإيه الندم واللوم؟ ما خلاص بقيت لوحدي وفي مكان مهجور، قاعد لوحدي بتلفت حواليا تايه وشريد. بعد شوية قمت طلعت على شجرة عالية. قلت أدور في كل مكان يمكن ألاقي حد، بس للأسف ملقتش حواليا غير السما والمية. وعلى بعد لمحت قبة بيض عالية وفي ضوء الشمس كانت بتلمع لمعان شديد. نزلت بسرعة من على الشجرة وجريت ناحيتها بكل قوتي لحد ما قربت منها. ياه قد ايه عالية! لمستها بإيدي لقيتها ناعمة جدا لدرجة اني معرفتش اطلع عليها. قعدت ألف حواليها يمين شمال ملقتش ليها لا باب ولا شباك. فجأة الدنيا ضلمت وغيمت بغيمة سودة كبيرة حجبت عني ضوء الشمس. ببص لفوق لقيت طائر جسمه كبير يشبه طائر الرخ اللي حكالي عنه التجار. هنا عرفت ان القبة البيضة دي تبقى بيضة طائر الرخ. نزل الطائر وقعد على البيضة وحضنها بجناحاته، غمض عينه
وراح في النوم. ياه، قد ايه الطائر ده ضخم وقوي، عنده مخالب قوية تشبه جذع الشجرة. هنا خطرت لي فكرة مجنونة نتائجها مش مضمونة، بس اهي محاولة. حليت عمامتي وربطت نفسي كويس في رجله، يمكن ينقلني في الصباح لمكان تاني غير الجزيرة. وفعلا اللي تمنيته لقيته. أول ما طلع الفجر طار الطائر بيا لأعلى مكان في الفضاء. اختفت الأرض عن نظري وفضل طاير بيا لساعات وساعات، وفجأة هبط بيا للأرض فأغمى عليا. ولما فقت لقيت طائر الرخ واقف على الأرض. فكيت رباطي في الحال وفرحت بالخلاص من الجزيرة المهجورة. ايه ده يا فرحة ما تمت، خدها الغراب وطار. مرة واحدة انقض طائر الرخ على حية كبيرة وبلعها وطار بعيد في الفضاء. بصيت حواليا لقيتني لسوء حظي في وادي عميق، الجبال العالية بتحوطه من كل مكان ومفيش أي مكان أو طريقة للخروج منه. ومين ممكن تتكتب له السلامة من مكان زي ده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أطلع من مصيبة أقع في مصيبة أكبر. خدت نفسي وبصيت حواليا، لقيت أرض الوادي مليانة بحجارة من الماس. فرحت جدا، بس هفرح ازاي وانا محبوس؟ ومش محبوس في اي مكان، انا محبوس في وادي مليان بالافاعي والحيات. بس برضو ربنا كريم ولطف بحالي. من حسن حظي كانت الافاعي دي بتختفي في الكهوف والمغارات طول النهار، كانت بتستخبى وتحمي نفسها من طائر الرخ، هو عدوها اللدود اللي لو ظهرت ولمحها ينقض عليها ويبلعها. وأول ما الليل يحل والدنيا تضلم تخرج الأفاعي كلها للوادي. فضلت طول النهار أتمشى في الوادي، وأول ما جه الليل دخلت بسرعة الكهف صغير وسديت بابه عليا بحجر كبير علشان أحمي نفسي من شر الأفاعي. حاولت أنام لكن من كتر الخوف طار النوم من عيني، وكل ما اسمع فحيح الأفاعي وهي بتزحف قدام الكهف أموت من الخوف والرعب. طول الليل خايف ومستني الموت في أي لحظة. وأول ما طلع النهار وانقطع صوت فحيح الأفاعي عرفت إنها كده رجعت لمخبأها وكهوفها. وبسرعة خرجت من الكهف ومشيت في الوادي. قعدت أفكر في نهاية للرعب اللي أنا فيه. حتى أحجار الماس دي كلها ما تسويش حاجة قصاد لحظة أحس فيها بالأمان من تاني. على صخرة كبيرة قعدت أفكر في حالي وأنا مهموم لحد ما غلبني النوم، وقمت مفزوع على صوت قطع لحم كبيرة بتتحدف على أرض الوادي من الجبال في العالي. هنا افتكرت الكلام اللي سمعته من التجار عن وادي الماس وعن الطريقة العجيبة اللي بيجمعوا بيها الماس. التجار بترمي اللحم الطري لأرض الوادي فتلزق فيها أحجار الماس، ولما تيجي النسور علشان تخطف اللحم وتطلع بيه لأعلى الجبل التجار تصيح وتصرخ، فتهرب النسور من خوفها من التجار وتسيب لهم قطع اللحم المليانة بالماس. ياخد التجار الماس اللي لازق في اللحم وبعد كده يسيبوا اللحم للنسور الجعانة. ياه، أنا عمري ما كنت هصدق إن ده بيحصل بجد غير لما شفت بعيني. هنا بقى عندي أمل في النجاة. بسرعة جمعت مجموعة كبيرة من أحجار الماس الغالية، نمت على ظهري وحطيت فوقي قطعة كبيرة من اللحم ومسكت فيها بكل قوتي. ولما جت النسور تخطف اللحوم هبط عليا نسر كبير وخطف قطعة اللحم اللي كنت ماسك فيها، وفضلت ماسك فيها. فضل يطير ويطير لحد ما وصل بيا لأعلى الجبل، وهنا وقف وساب قطعة اللحم.
بسرعة جت التجار وخوفت النسور، فهربت النسور وسابت اللحم. الحمد لله، أحمدك يا رب. قمت بسرعة ووقفت على رجلي. أول ما التجار شافوني اترعبوا وخافوا مني، والكل خاف يقرب مني إلا تاجر من التجار قرب مني، ولما مسك قطعة اللحم وملقاش فيها ماس قعد يندب سوء حظه وضياع تعبه. قربت منه وطمنته واديته كتير من الماس اللي جمعته، فاتبدل حزنه لفرح وسرور. سألني عن حكايتي فحكيت له اللي حصل لي، فضل يستغرب ويتعجب وصعبت عليه حالتي، فأخدني هو والتجار معاهم لبلادي. أيام وليالي ومسافات لحد ما وصلنا لبغداد، وطبعا كان معايا حظ ونصيبي من الماس اللي قيمته ما تتقدرش بمال. وصلت بغداد واستقبلني أهلي وأصحابي وأحبابي من تاني، هديتهم بالهدايا ورضيت الفقراء والمساكين. وبيني وبين نفسي قررت قرار خطير، مفيش سفر ولا رحلات من تاني، ومن اللحظة دي هلزم بيتي وبلادي، مش هخرج من بغداد أبدا أبدا تاني. ولما انتهى السندباد من كلامه ظن الهندباد وكل الموجودين إن مغامرات السندباد انتهت لحد كده، لكن السندباد فاجئهم لما قال: بكرة في نفس الميعاد هستناكم علشان أحكيلكم إيه اللي حصل لي في رحلتي التالتة. الكل وقف مكانه مستغرب، والسندباد يضحك ويضحك. نادى السندباد على الهندباد، اداله 100 دينار، فدعاله الهندباد وشكره. مشي هو وكل اللي كانوا موجودين على أن يعودوا للسندباد في اليوم التالي في نفس الميعاد. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تتوقف الحكاية ولا يتوقف الزمان. استنونا في نفس الميعاد علشان نسمع ونعرف تفاصيل كتيرة جدا عن رحلات السندباد ومغامراته بين البلاد والعباد.